بسم الله الرحمن الرحيم. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اليوم إيران تضرب، اليوم إيران تظلم، اليوم إيران يعتدى عليها. لماذا؟ لأن إيران تمثل الشيعة، لأن إيران تمثل انطلاقة أو نقطة بداية الثورات الشيعية المتتالية، وفرض اسم الشيعة وفرض الشيعة في معادلة الشرق الأوسط، في آسيا، في أفريقيا، في غير أماكن. الآن أصبح للشيعة اسم يتداول، أصبح للشيعة رأي يفرض. إذن يجب أن تنتهي إيران. هذه الحسابات التي نعلمها جيدا، ولكن لا بأس بأن نذكر بها. أخوتي أحبتي أعزتي الكرام المتابعين الأفاضل، الحرب اللي جاي يصير على إيران حرب مدفوعة الثمن، وكل احنا نعرف قبل أيام من اجى ترامب حلب البقرة الحلوب مقابل أنه يهاجم إيران وينهي برنامجها النووي وينهي إيران الصناعية، إيران الصناعة العسكرية، الصناعة طبعا المدنية والعسكرية، ينهي اقتصاد إيران، ينهي إيران نوويا، حتى يأمنوا شر الشيعة برأيهم. طبعا أنا أفضل لو هم جايين لإيران ومسوين صلح وياها أحسن من هذا الصلح الكارتوني الكاذب، وبعدين يروحون يعطون فلوس لترامب. ترامب تتذكرون من قال احنا ندافع عن السعودية ولازم تدفع عنه. حقيقة الرجل ما كذب، السعودية تدفع له وهو يقاتل بالنيابة عنهم. ال5 تريليون و200 مليار دولار اللي اندفعت لترامب هي ثمن الحرب هاي، لكنه انقلبت المعادلة. كانوا يتوقعون بأنه الحرب تكلف أقل من 5 تريليون و200 مليار دولار، لكنه إيران من ردت الصاع صاعين على تل أبيب أعتقد الخسائر صارت أكثر من 10 تريليون دولار. لذلك راح تتوقف الحرب إذا استمرت إيران بهذا المنوال، وإن شاء الله راح يطلقون 2000 صاروخ. إذا استمرت إيران بهذا المنوال، الحرب من جانب أمريكا ومن جانب إسرائيل ومن جانب السعودية وعصابتها راح تكون خاسرة إن شاء الله، لأنه الفلوس اللي يدفعوها فلوس قليلة. لازم تستمر الهجمات الإيرانية حتى تنهي شيء اسمه الكيان الصهيوني، ويقبلون بشروط إيران. زين، يقبلون شروط إيران ويرضخون للتخصيب اليورانيوم، يرضخون لكل شروط إيران إذا طبعا استمرت إيران بهذا المنوال والضربات. هاي من جانب إيران. من جانب العراق نشوف الوضع متأزم، نشوف الأمريكان يردونهم بس حجة ويطفرون من العراق. ليش؟ لأنه ما بعد انسحاب الأمريكان هو هذا اللي راح يخدمهم. أي ضربة، أي قاعدة أمريكية بالعراق راح ينسحبون الأمريكان، سواء تشلب أو السفارة الأمريكية أو غيرها، تلقائيا راح ينسحبون ويسلمونها للي يريدونه، مقابل أنه يضرب الحشد وتصير حرب شيعية. الحرب الشيعية كل الشيعة خسرانين بها. لذلك ندعو الأخوة بالحشد الشعبي، الأخوة القادة الشيعة، بالابتعاد عن الحرب الشيعية. بمجرد أنه تشتعل حرب شيعية راح نشوف الجولاني أو من الأردن أو غيره يدخل الغرب العراق وما يطوناه ويكلبون بيه، واقليم سني مدري اقليم رحاتي مدري شنو، ويظلون مكلبين. وهذا فد شيء سيء جدا، لانه هذا احتلال
لجزء من العراق. 90% يعني الامريكان بس ينضربون ينسحبون ويسوونها مثل افغانستان. شلون انسحبوا من افغانستان وبدون سابق انذار؟ بمجرد انشغال الشيعة بحرب شيعية راح يدخلون للرمادي الموصل غيرها، وحتى ياخذون اجزاء، يمكن اعتقد بنيتهم ياخذون اجزاء من النجف واجزاء من الكربلاء. انتم الشيعة ايش بيكم يعني هسه؟ هي والله انا دايخ. حرب ويا ايران، ليش انت ما تنشر؟ ليش ما تشجع ايران؟ محور الحق هسه احنا خلينا نقول محور حق ومحور باطل. منو محور الحق؟ محور الحق ايران. ليش ما تشجع؟ بغض النظر عن كون ايران شيعيه، ايران اسلاميه، ايران علويه، ايراننا، وكانت ملفيتكم ذاك اليوم. انتم يدورون عليكم الامريكان، شردتوا بايران. يدور عليكم صدام، شردتوا بايران. اللي ينطلبوا فلوس يشرد بايران. ليش ما تشجع ايران؟ ليش ما تعاضد ايران؟ ليش ما تناصر ايران؟ منشور. احنا ما قلنا لك كف فكتك وروح وخلي ازمه تصير بين العراق وبين امريكا، واحنا عايشين سياسييننا عايشين تحت رحمه امريكا. مو الشعب عايش تحت رحمه رب العالمين، بس سياسييننا عايشين تحت رحمه امريكا. ما قايلين لك روح عارك الامريكان، لا، بس منشورك ويا ايران، دعائك ويا ايران. شجع او انصر الحق. زين، انصر الحق ضد الباطل، ما بيها شيء. اكو صيحات راح تصير اذا اذا انسحبوا الامريكان لتفريق الشيعه، لصنع الحرب الشيعيه. احذروا الحرب الشيعيه، ونسال الله ورسوله يثبت اقدام المجاهدين الايرانيين، ينصر المجاهدين الايرانيين، يلعن جميع اعداء الامه الاسلاميه، وبالاخير العتب على جميع سياسيين كانوا شاردين عند ايران ولابدين عند ايران. قسما بالزهراء، قسما بالزهراء، قسما بالزهراء، انا لو شخصيه سياسيه وعندي ناس تطلع وراي اليوم من الصبح لحد الليل، انا افطر بالشوارع. وشلون هاي مال هورنات، كم تدقون هورنات، واوزع شكليت وحلويات على النصر الشيعي وعلى النصر الايراني اللي حققته على اسرائيل. تل ابيب قعدوا الصبح لقوها كومه تراب. اللي قدمته اسرائيل بخلال سنتين لغزه، بخلال 20 دقيقه ايران قدمتها لاسرائيل ومردت اسرائيل ومحت تل ابيب. هذا نصر عظيم، المفروض جميع الشيعة يحتفلون به. المفروض ذول المرشحين للانتخابات ويدورون الناس وهاي يحتفلون به. زين، واسال الله ورسوله اللي يهدي حكومتنا وسياسيينا جميعا ينزلون بيانات شديده اللهجه يعترضون بها على اختراق اجواءنا، اختراق سمائنا، اختراق كرامتنا، لانه جاي تنطلق طيارات من عين الشلب ومن غير مكان تضرب ايران، مو بس من السماء. وفي امان الله وحفظه، وان شاء الله النصر للمسلمين.